الوصفة ديال اليوم عبارة على دي ميني بسطيلات بحشوة جديدة ديال الدجاج بمذاق البرتقال. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو سكينجبير، شوية ديال البزار خرقوم بلدي، العود ديال القرفة، شوية ديال القرفة مطحونة، وكذلك سكينجبير والملحة. كنكون هنايا دائما درت الزعفران حتى رقد في الماء سخون، كنزيد داك الماء ديالو على العطريه وكنرقد فيها الدجاج. تقدروا ترقدوا الدجاج ليله كامله او على الاقل واحد ساعتين. هنايا راه ناخذ غير الفخاد، درت غير الفخاد باش تجيني البسطيله فتيه. درت الدجاج مع ديك العطريه وزدت مع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ونص ملعقه صغيره ديال السمن، وزدت البصله. وهنايا غادي نزيد 2 معالق كبار ديال السكر البني، تقدروا تستبدلوه بالسكر العادي، وكذلك القرفه والباديانه. هنايا ملي كيبدا يطيب مره كنقلبو كنعاود نتكو باش هكا كيخرج منه داك الدم. ثم غادي نمرقو بعصير ديال البرتقال بعد ما درت ديك الربيطه ديال الملموس. ملي كيطيب لي الدجاج كنحيدو وكنصفي ديك المرقه. انا كيعجبني نصفيها، ما نديرش البصله من الاول. كنصفي ديك المرقه كنحط منها الثلثين، والثلث كنحتفظ به حتى الاخر. بالنسبه للوز كما العاده راه وريتكم شحال مره الطريقه ديالو. كنفسخو وكنخليه ينشف شي شويه وكنحمرو. هنا بالنسبه للبصله اللي درت فيها ديك المرقه كنزيد عليها الزيت. الزيت هو الحاجه اللي كتخلي الدغميره تجينا واقفه وتجي عاقده. هنا زدت القرفه وغادي نزيد 150 غرام ديال الاناناس مجفف، وغادي نزيد واحد نصف علبه ديال الاناناس المعلب. وكنبقى كنحرك في هاد الدغميره حتى تتوقف ليا المرقه. عاد كنزيد ديك الثلث ديال المرقه اللي خليت في الاول باش ما تجينيش الدغميره ديالي قاصحه. هنا بما انهم ديميني بسطيلات فغادي نحتفظ بداك الدجاج بعد ما حيدت ليه القشره او عفوا الجلده والعظام. كنزيد ليه ديك الدغميره. هنا بالنسبه للوز خديت نص كيلو، زدت ليه القرفه، المسكه الحره، الملحه، قبصه الملحه، وزدت 100 غرام ولا 120 غرام، ما بين 60 غرام ديال السكر كلاصي و60 غرام ديال سنيده. كنطحنهم حتى تيكون عندي خليط معلق بحال ما كنزيد مع واحد الملعقه كبيره ديال الزبده، وكذلك زدت معاه الخنيشه ديال الماء الزهر، وكنلفهم وكنخليهم ينشفوا. من بعد كنصهدهم. الا بغيتو تحتفظوا فيهم من المجمد ضروري دوزوهم في الفران. وهذا الشكل النهائي.